إذا العمل شابته شائبة الرياء كده، حسيت بقلق، اقرأ الدعاء ده بسرعة: أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. قال طب لو الواحد قرأ 3 مرات الصبح لا يضره الشرك، لا ظاهر ولا باطن، حتى ان حصل منك كده حتة عوجت فيها النفس، هذا الدعاء كفارة لذلك. الإخلاص، كل الإخلاص لخصته في كلمتين عايزكم تحفظوهم كويس: هو عمل لا تمن به على الحق ولا تتكبر به على الخلق. الإخلاص إيه يا سيادنا؟ حاجة كده ما تحسش بيها إن ليك على ربنا فضل، وتمشي بين الناس تحس إن لو كان بين الناس، لو نودي بين الخلق على واحد من النار وانت أكثرهم صلاة لظننت أنه أنت. يقول سيدنا سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: كل عمل بغير نية رياء، وكل نية من غير إخلاص هباء. ويقول سيدنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: الأعمال صور لا التفات بالمحبة والقبول إليها إلا بوجود سر الإخلاص فيها. يعني كل حاجة أنت بتعملها حركة لا يلتفت إليها في الحضرة إلا إذا كانت من الحضرة. كل حركة عملناها لا معول عليها في الحضرة إلا إذا كانت للحضرة أو من الحضرة. وكان سيدنا الرفاعي رضي الله عنه يقول في هذا المعنى: حشرت مع فرعون وهامان إن ظننت يوما أنني شيخا حتى على أهل بيتي. كان إذا كتب قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من أحيمد اللاش، من أحيمد اللا شيء، من أحمد اللاش. المتكبر من أثبت لنفسه التواضع. أول درجات الكبر إنك تحس إنك متواضع. تصور الكبر يبدأ منين؟ من إثبات التواضع لنفسك، لأنه كما لا يقبل العمل المشترك لا يقبل على القلب المشترك. الله كما لا يقبل أبدا، الله لا يقبل التعدد ولا يقبل التباعد ولا يقبل العمل المشترك ولا يقبل على قلب مشترك. والتوحيد عين التوحيد يا عباد الله هو أن ينظر الحق في مرآة قلبك لا يجد غيره، ولا تريد بما تعمل ولا تسكت أو تتكلم غيره. فالتوحيد هو إرادة الله في كل قول وفعل وحركة وسكون وسكوت. السكوت ده ممكن يبقى إخلاص؟ نعم إخلاص. إذا نفسك قالت لك اتكلم اسكت، وإذا نفسك قالت لك أنت متواضع استغفر، وإذا نفسك قالت لك أنت مخلص استغفر. كل ما تحس أن أنت حطيت لنفسك بروش معين كده ونشان معين على كتفك ودبورة زيادة استغفر. ليه؟ فقد شاب مرآة صفاءك شائبة ما تراه لنفسك. ذرة من أعمال القلوب تساوي مثاقيل الجبال من أعمال الأبدان. إيه هي ذرة من أعمال القلوب؟ ساعة، سويعة، ثانية، ظرف الدمعة على ما مضى من غير إخلاص. الإخلاص كل الإخلاص، تخليص الحركة والسكون. من أثبت لنفسه التواضع فهو المتكبر حقا. حقيقة الكبر عند الفضيل بن عياض إنك تحس مرة إنك متواضع. ولا بد للإخلاص من تخليص بأن تفنى عن ذلك الإخلاص. سيد المخلصين من يا أولاد بيعلمنا كل يوم الصبح نقول الدعاء ده. قال لي قال عشان يفعل دوائر الإخلاص في قلب المؤمن، وهو سيد المخلصين يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم. إيه ده؟ وانت ممكن يمر الشرك على قلبك يا رسول الله؟ ده قلبك ده انت نص التوحيد بذات، انت عين التوحيد بذاتها. ما وحد الله من عباد الله أحد على مقام رسول الله، لأنه توحيد شاهد عن إيه؟ عن حاضر، الذي وحد ربه بعدما رأى. ولذلك إيه؟ وإن قيل له لقد رأى فإنه لقد رأى ولا مرى.